عايزة تعملي الفراخ المشوية في البيت بطريقة تحفة جدا، أحلى جدا من بتاعة الحاتي. تعالي أقولك على طريقتي المعتمدة اللي ما بتنزلش عنها خالص. تتبيلة ولا أروع من كده، وهنسويها بالمية زي ما انتوا شايفين كده. هتطلع طرية طراوة مش طبيعية. بس قبل ما أبدأ وصفتي، أنا مروة. لو أول مرة تشوفيني وتتابعيني، ما تنسيش تعرفيني على نفسك وتقوليلي من أي بلد بتتابعيني. ولو عجبتك فيديوهاتي ما تنسيش لايك وشير. بصوا، خطيرة يا جماعة، أنا متأكدة ان انتوا هتعتمدوها بعد كده. الفراخ فيها تتبيله مش طبيعيه، تتبيله اصلا تجنن. شاربه التتبيله بطريقه سهله جدا، واللحمه بتاعتها دايبه دوبان خطيره. ده غير بقى الشكل والطعم والريحه تجنن. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي. انا هحتاج بصلايه وطماطمايه وكمان فلفلايه حمراء. الفلفلايه الحمراء بتعلي التست جدا. هنضربهم في الكب خالص، تمام. ببتدي اضيف كمان نص فنجان من الخل. والتوابل بقى موجودة على الشاشة: فلفل اسود، كزبرة جافة، وكاري، وكركم، وبابريكا، وتوم بودرة، وبصل بودرة، وملح، وبهارات فراخ، وفصين من الحبهان. وهنضرب كل الكلام ده كله مع بعضه. عايزة الخليط يكون بالشكل ده. هبتدي اضيف تركاية كده، وهي معلقة من معجون الطماطم او الصلصة. بتفرق جدا على فكرة. الفراخ بتاعتي مغسولة كويس جدا بالدقيق والملح، وشلت السلسلة الظهرية من ورا بالشكل ده وفتحتها. ببتدي ان انا افتح بقى بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. عايزة العظمة بتاعت الدبوسة تبان، تمام. انا كل اللي بعمله في المرحلة دي، عايزة افتح الفرخة على قد ما اقدر عشان تشرب التتبيلة. اخر حاجة هبتدي اعمل فتحات عميقة شوية، وزوده في الصدور بتاعتي، لان الصدور ما شاء الله كبيرة. فعايزة اخليها تدخل التتبيلة جواها كويس جدا زي ما انتوا شايفين. وزيهم برضو في الاوراق. انا عايزة الفكرة من الحركة دي ايه؟ ان انا عايزة التتبيلة تتوغل جوه اللحم جدا، تمام. ده بيكون شكلها. ببتدي بقى اتبلها كويس جدا. دلكوها ودلعوها، بصوا. اخر حاجة بدخل بقى بصباعي وبايدي بالشكل ده جوه الفتحات العميقه اللي انا عملتها. والخطوه دي مهمه جدا. بتبل بقى من بره ومن جوه بالشكل ده. تقدري تسيبيها ليله كامله في التتبيله دي، بس انا كنت مستعجله يا دوب سبتها نص ساعه بس. بس كل ما هتسيبيها، كل طبعا ما هتكون الطف كتير، وهتشرب من الطعم بطريقه مش طبيعيه. في صينيه بقى ببتدي احط فيها ميه شويه محترمه. وببتدي كمان اضيف فنجان من الخل، وده لو هي ألمونيوم عشان ما تسودش معايا. لو متوفره عندك شبكه بتاعه الشوايه اللي هي بتاعه الفحم العاديه، تستخدميها كده مفيش مشكله. هبدا ان انا احطها بالطريقه دي. الميه دي بتخليها طريه طراوه مش طبيعيه، خطيره بجد. عملت قبل كده معاكم التسويه بتاعه الكفته على الفحم، وناس عجبتهم كتير جدا بالميه بالطريقه دي. حطيتها بقى في الفرن، بتاخد تقريبا ساعة وربع، على حسب طبعا حجم الفرخة بتاعتك ودرجة التسوية بتاعت الفرن بتاعك. وبعد كده بشغل الشواية عليها، وده بيكون شكلها خطيرة. ريحة تجنن، والطعم بتاعي اللي انتوا شايفينه، والشكل يجنن بجد، حلو قوي قوي. تقدري كمان تضيفي فحماية وتغطيها وتحطي عليها يا دوب بس شوية من الصوص اللي طلع من المية دي. ببتدي كمان ان انا اعملها بالطريقة دي بالفرشة، بالصوص اللي طلع من المية. بيديها طراوه مش طبيعيه. وغطيها بالفويل وعلى التقديم على طول. حلوه قوي يا جماعه، بجد تجنن، سهله وبسيطه. وانا متاكده تتبيله الفراخ المشويه دي هتعتمدوها بعد كده، هتشرفك في اي عزومه، وحلوه قوي. وفي دقايق بالظبط بتتبليها وتقدري تسيبيها ليله كامله. عايزه اوريكم اللحم بتاعها من جوه قد ايه دايب ذوبان، خطيره. شايفين الفرخه شكلها تفتح النفس ازاي؟ بجد حلوه قوي، لازم تجربوها وتقولوا لي رايكم. الله على الجمال، خطيرة. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.